النهاردة شفت فيلم Kind of Kindness، وهو أحدث أفلام المخرج يورجوس لانثيموس، واللي مشهور بطبيعة أفلامه الغريبة واللي بتعتمد بشكل كبير على الأفكار الجريئة وطريقة السرد اللي بتكون مليانة بمشاهد الجنس وكمان صدمات ومشاهد مقرفة ودموية وشديدة القسوة. واللي اتفرج على فيلم Poor Things هيفهم قصدي. اما الفيلم ده فهو متميز على مستوى السيناريو لانه يعتبر 3 افلام قصيرة جوه فيلم واحد، وكل قصة فيلم لوحدها ومتماسكة وبتتشارك في مكونات لانسيموس اللي انا ذكرتها من شوية، وكلهم فيهم فلسفة وافكار جريئة ورسايله كلها بين السطور ومش واضحة بشكل كبير. القصة الأولى بتتكلم عن موظف في مكتب ومديره بيتحكم في كل تفاصيله وحياته، ولما بنشوف ايه بقى اللي بيحصل بعد ما بيقرر يخرج بره سيطرته. وهنا الرسالة واضحة، ودي أكتر قصة معتمدة على شخصية واحدة مليانة تعقيدات، وبنعرف خطورة إن شخص يمشي حياة شخص تاني بتبقى عاملة ازاي. ودي قصة حقيقي كانت موفقة كبداية. القصة التانية عن زوج مراته بترجع من جزيرة لكنه مصمم انها مش مراته اللي يعرفها بسبب تصرفاتها الغريبة. وهنا الفيلم بيكلمنا عن الوسواس والشك المستمر، وده اكتر فصل دموي وقاسي ونهايته صادمة رغم انه بيفرش لها من بدري. وده اكتر فصل كنت اتمنى يطول 10 دقايق كمان، وكان متميز على مستوى المونتاج وتسلسل احداثه. وهنا بنبدأ نشوف الجراءة اللي بجد. القصة الثالثة في رأيي هي الأفضل، وبتتكلم عن الاعتقادات الدينية الخرافية واللي ناس كتير بتمشي وراها. فصل جريء وصادم وشفت فيه حاجات أول مرة أشوفها، وفي رأيي ده أكتر فصل لو كان اتعمل فيلم لوحده كان هيكون كافي جدا. وهنا بتشتد القسوة الجنسية في المشاهد. كمان ده فصل حرفيا نهايته رغم انها مأساوية بس بتضحك، وده شعور كان غريب بس حلو جدا. على مستوى الاداءات التمثيلية فكلهم بيقدموا اداءات اوسكارية. جيسي بليمنز واللي شال الفصل الاول لوحده بالكامل وقدم أداء درامي يكاد يكون الأفضل في تاريخه. ولكن إيما ستون بتقدم واحد من أقوى أدوارها، وحقيقي هي خلاص أثبتت مكانتها دلوقتي وإنها بدون نقاش جامدة جدا. وشالت الفصل الأخير كله مع مارجريت كوالي واللي كانت جيدة جدا. ويليام دافو ظهوره قليل لكن قدم أداء جيد. كمان عناصر الفيلم كلها متميزة، من إخراج من تصوير من مونتاج من أغاني من موسيقى تصويرية. مشكلة الفيلم الوحيدة إنه مش سهل إطلاقا في طريقة سرده، ومش كله هيطلع بنفس الأفكار والرسائل مش هتتفهم بسهولة. وطبعا الفيلم غير مناسب تماما للمشاهدات العائلية. تقييم النهائي 8.5 من 10.